السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيع منكم ليا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة البوتيفور الدايب اللي أحلى من بتاع المحلات كمان. وانا شاركت معاكم الوصفه دي قبل كده، ولكن هشاركها معاكم عشان بقى العيد. كل سنه وانتم طيبين. معايا هنا كيلو الا ربع زبده. استخدمت زبده فرن، عليها كوبايه الا ربع سكر بودر. تمام يا حبيبي. والكميه دي الكيلو دقيق. ماشي، يبقى كيلو دقيق هياخد كيلو الا ربع زبده. ايه زبده بقى انت حباها؟ سمن، اللي هي الزبده البلدي او اي زبده انت حابه. انا بستخدم فرن الصراحه، بتبقى اكتر من روعه في في البيتفور. وبحط عليها كوبايه الا ربع سكر. تمام. وابتدي ان انا الزبده تكون يعني سايحه شويه، مش سايحه يعني هي ماسكه نفسها بس طريه. تمام. وانا اسفه جدا على الاصوات اللي بره دي، معلش يا حبايب قلبي. وبقطعها كده زي ما انتم شايفين مكعبات كده، وبنزلها وبحط عليها كوبايه الا ربع سكر. تمام. بعد ما اضربهم واللون بتاعها الزبده يفتح، يعني بدل الاصفر يبقى مفتحي كده، اصفر فاتح. بياخد 4 معايا 4 بيضات. طيب معايا 3 بيضات صفار بس، 3 بيضات صفار بس. وبشيل البياض خالص، والبيضة الرابعة كاملة. تمام. انزل بيها واحدة واحدة كده يا حبايب قلبي على الزبدة والسكر لغاية ما يختفوا خالص مع الزبدة والسكر. طيب انا كل بيضة بتاخد كيس فانيليا. انا بزود كيسين كمان، انا حطيت لها 6 فانيليات عشان يبقى طعم الفانيليا واضح في البيتفور بتاعي. طيب هنا عندي بقى ايه، بعد ما البيض اختفى خالص والفانيليا، بنزل بالكيلو دقيق بتاعي، ببقى نخلاه. ولو انت ضامنه يعني الدقيق بتاعك حلو وجميل مش محتاج نخل، زي اللي هي الكياس اللي انا بستخدم دقيق الكوثر. تمام. بنزل بيه كده زي ما انتم شايفين. بنزل بقى حبة حبة تدريجيا كده، لغاية ما الدقيق والزبدة والسكر والبيض كله يتجانس مع بعض. بس ما بضيفش عليه اي حاجة الا ممكن رشة ملح سنة كده للدقيق وخلاص. ما بحطش بيكنج باودر، ما بحطش اي حاجة، ويبقى جميل وهش وبسم الله ما شاء الله. جربيه وعلى ضمانتي. كده بقى ابتديت ان انا معلش بقى على العفار وبتاع، احنا كنا بعد السحور وكل وكنا بنحضر حاجة يعني مش لوحدي انا بقى، وانتوا عارفين يعني حاجة العيد لما بتتعمل بتحب اللمة. انا بقى وماما ربنا يديها الصحة والعافية و آه، بنتي. فيعني مشترك. بصوا بلمها كده بايدي، بتأكد برضو ان مفيش دقيق كده ولا اي حاجة، وبشوف العجينة تمام طرية وحلوة. طيب رحت حطيتها بقى في ايه، في الفريزر 10 دقايق كده بعد ما خرجت من الفريزر. لو شفتوا ملمسها الاول من ملمسها دلوقتي تمسك. يعني انت لو هتعملي عندك مثلا اقماع اللي هي بتاعت الايد الصغيره دي او اكياس، هتستخدميها على طول، تبقى طريه وحلوه تنزل معاكي من القمع بتاع الكيس. طيب انا بعمل مكنه بدخلها 10 دقايق بس الفريزر، واقلبها لاول ما تطلع تقليبه خفيفه كده، وابتدي اشتغل فيها في المكنه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله طالعه جميله وحلوه. وطبعا بتقسميها نص ابيض ونص شوكولاته. تمام. انا اشتغلت على طول كده. انا الاول كنت بقسم ايه، نص كده بالشوكولاته ونص كده، بس قلت يعني ايه احنا في رمضان والعمليه مش مستاهله مواعين، فهاخد جزء من العجان على طول ابيض. واول ما احس انها خلاص استكفيت من الكميه بتاعت الكميه البيضه، اروح حاطه الكاكاو. وانا جايبه هنا كاكاو خام. تمام. هنا خلاص بعد ما خلصت آه الابيض. تمام. ادخلته على فرن على الشبكه، بحط له اقرب حاجه للصاجه، وبشغله على 180 درجه 200. تمام. ما بياخدش معاكي يعني 10 دقايق، لو 10 دقايق بالظبط لو الفرن بتاعك كويس. تمام. كده. ما بشغلش طبعا عليها الشوايه. هو اول ما يشقر من تحت تمام، اول ما تشوفيها بس كده مسكت نفسها من فوق وتمسكيها من تحت كده تلاقيها الاصفر الفاتح خالص. تمام. تطلعيها على طول. هنا حطينا الكاكاو، كاكاو خام.
طبعا هنا بمساعدة حنين بقى وبتوريني العجينة. لا تمام. بحطها برضو في الفريزر شوية، عشان طبعا مطرح ما بتعجني بتسخن معاكي العجين، مش عجن يعني، انت بتدخلي الكاكاو في العجينة بتاعتك فبتسيح، عشان فيها كمية زبدة يعني محترمة بسم الله ما شاء الله، وده اللي بيخليها هشة. خلاص تمام. حطيتها 10 دقايق في الفريزر. بطلعها بشكلها على طول وبدخلها برضو الفرن. طيب انا عشان طبعا بالشوكولاته ما بيبانش معاكي شقر من تحت ولا ما شقرش، بحط معاها حته عجينه من العجينه البيضه في النص كده يا حبايب قلبي، علشان ايه؟ ابقى عارفه ان ده استوى ولا لا. بصوا اهو بحط حته عجينه، ماما حطت حته عجينه كده بيضه، وكده بعد ما خرج الابيض اهو، وعملوا كمان جزء زينوه، يعني انا شغاله بقى في الفرن وهما ايه زينوا على طول بالمربى وجوز الهند. احنا ما بنحبش الصراحه الشوكولاته ولا حاجه، احنا بنحبها بس ايه مربى وجوز الهند، ومربى خفيفه قوي. بصوا ادي الشكلين، شكل الورده والشكل التاني، الاشكال بقى ايه ترجع لك. وحطينا طبعا كان بالكحك كده